تجمع الفريقين في لقاء ودي اليوم. عموما التشكيل بالنسبة للفريقين، فريق النادي الأهلي التشكيل: أحمد عادل في حراسة المرمى، والجمعة شريف عبد الفضيل، رامي ربيعة وأحمد فتحي وسيد معوض. في الوسط حسام غالي سيلعب في خط الوسط مع محمد شوقي، ومعه أبو تريكة وجده، ثم عماد متعب في خط الهجوم. الملاحظ أن هذا التشكيل هو التشكيل الأساسي الثابت لفريق النادي الأهلي منذ فترة طويلة، وهو مجموعة اللاعبين التي تمثل الخبرة في فريق النادي الأهلي. أما تشكيل فريق المولودية الجزائري فيضم سفيان عز الدين في حراسة المرمى، كدري حمزة رقم 23، بالعيد أحمد الأمين رقم 5، بن سالم زين الدين رقم 2، موبي تونج اللاعب الكاميروني القوي رقم 20، صدام حمزة رقم 25، عطفان بلال رقم 7، داوود فريد رقم 18، أصالي رقم 3، برادو صديق رقم 16، وعمرون محمد رقم 29. الواضح حتى الآن أن الحالة الأمنية النادي الأهلي، لكن إذا العدد وصل زي ما جمال بيقول ممكن 15,000 10,000 ولا 20,000 معقول بالنسبة ل الاستاد. من الصعب ان هو يمتلئ لاخره، يعني 50-60,000، خصوصا ممكن من الناحيه الامنيه زي ما جمال قال مسيطرين تماما. اعتقد ان العدد قليل. مفاجاه بالنسبه لي ان العدد يبقى يعني مازال نصف ساعه المباراه ممكن، بس مش هيزيد كتير يعني. اذا بيروحوا بدري يعني عاده يعني. لكن اللهم قيمه الجمهور ولا بدون جمهور. كان يلعب بدون جمهور اليوم كاين ربما 20,000 أو 15,000، ولكن هذا يكفي لدعم لدفع الفريق. لكن مازال فيه وقت. هي اكبر كارثه كرويه اللعب بدون جمهور. كرة القدم بدون جمهور مش كرة القدم. أسوأ قرار في اللوائح، ما فيش طعم، ما فيش حلاوة، ما في ولا شيء. أسوأ قرار للاتحادات انها تاخده، ان يبقى في قرار عقوبة واللعب بدون جمهور. طيب خلينا نستمع الى ما قاله النقاد وخبراء، وكذلك عمرون ولاعب صديق. بالنسبة لي لاعب جديد يلعب رقم 4-2. المهم هل اللاعبين اللي اختارهم المدرب لهذه الخطة، لأنه لابد أن يأخذ الاعتبار قوة الفريق الأهلي على الأطراف، هل عنده مؤهلات لغلق الممرات على اليمين وعلى اليسار؟ ربما يخفق ويخطر، ما يكونش في الوقت المناسب تكون فيه. إذا بابوش هجومي أكثر. بابوش غير موجود. غير موجود. لعب مباراة الوداد. بن سالم على الجهة اليسار هو اللي لعب، لانه امام الوداد كان متقدم بن سالم. ولكن وصلي حتى في المباراه امام الترجي التونسي الاهلي في الشوط الثاني في 20-25 دقيقه كان افضل بكثير من الشوط الاول، وكان بامكانه يعدل النتيجه لولا التسرع. محي الدين، اوضع عليك سؤال، يعني اذا اراد فريق ان يفوز بالتشامبيونز ليج، يعني نتكلم يعني بالمنطق وبصراحه، لازم يكون ممتاز جدا. واذا يعني انت تشوف الشامبيونز ليج الاوروبيه الان، ممكن فريق يشارك تقول لي ب 13 لاعب في هذا مصاب في مشاكل؟ لا، هذه الشامبيونز ليج. الشامبيونز ليج الافريقيه لازم تكون ممتاز جدا. ايوه، ومحضر، ما فيش متوسط. حتى بالنسبه للكوتشينج يعني متوسط، تكون حتى في الكوتشينج 3 مباريات في المستوى، لانه بالكوتشينج تقدر تفوز على مباراه، يعني تكتيكيا اللي عندك الخبره وتعرف كيف تسير المباراه. محي الدين، 3 مباريات المولوديه، 3 مباريات وحضرناهم الان هنا في الاستوديو. كل مباراه نتكلم نفس الشيء، فريق المولوديه لم يحضر، فريق المولوديه يغيب منه لاعبين، فريق المدرب. نجيو للمباراه الثانيه ونتكلم حتى الان المباراه الثالثه نفس الشيء. لكن لا، انا اقول بصراحه يعني اذا اردت ان تفوز واذا اردت ان تشارك، لا، اذا اردت من الدوري الجزائري للدوري المجموعات انا معك كله نفس الشيء. الكل كده، حتى الاهلي نفس الشيء، تونس نفس الشيء. انما لازم البطوله الجزائريه كانت طويله حتى 8 شهر 7 ويوم 15 كده. الاهلي نهى في شهر 7 وكمل مريح. تترجي لعب نهائي كاس تونس 25/7. سامحني، ترجي كان فيه وقت فراغ. وينه؟ بسبب
الثوره نتاع 14 جونفي، نفس الشيء بالنسبه للفريق. فما لعبوش مباريات يعني من اول موسم كان فيه وقت راحه، هي راحه سيئه. ولكن هذه كانت سلبيه، ما كانتش ايجابيه. ما كانت سلبيه محدين، ما كانتش بين لا هي وقت الثوره محدين سامحني. لا مش معسكر. راحه لا ماهوش معسكر، اضطراريه يعني وقفه اضطراريه يعني. اكيد تتصوروا انه اللاعبين كانوا في معسكر في مكان سواء كان في مصر او في تونس، ولكن يعني وقفه اخرى. لا ما تحسبهاش. الدوري والتصفيات وكذا المباريات كانت متقاربه، ما كانش فيه وقت. كلهم خلصوا. اليوم مثلا الاهلي يعاني بعدم وجود مباراه تحضيريه، يكتفوا بالتدريب. نفس الشيء أيوة يمكن يعني بالنسبه للترجي التونسي، ولكن الترجي انتهى بالكاس تونس واستمر، عنده فريق منسجم، ما فيش تغيير. المشكل نتاع فريق المولوديه وهو البطوله كانت طويله وعدد كبير من اللاعبين غير موجودين، غادروا الفريق، يعني تشكيله ثانيه بدون تجربه. هذا هو المشكل تاع الفريق. فرق كبير كابتن بين دوري المجموعات وتحصيل نقاط سواء خارج او داخل، ودور قبل النهائي في نوك اوت ذهاب وعوده. وعشان كده الفريق لازم يبقى عنده قوام كبير، عنده دكه بدلاء، عنده الافريقي. ليش مشكل في شهر رمضان؟ ليش مشكل مصر وتونس والمغرب والجزائر؟ هذا هو تقول مشكل الاتحاد الافريقي والحراره، برمجه الشامبيونز ليج الافريقيه ومباريات هذا هو المشكل. يعني تاتي في الصيف. ايوه. نادينا بيها كثير يا هشام، زي الدوري الاوروبي معروف التوقيتات. والله تنادي ولا ما تناديش. بالنسبه للاتحاد الافريقي عيسى حياته ما يسمع الا نفسه الى حد الان، هذا الذي اعرفه جيدا. لا يستمع الى احد، وتبقى المستويات مثل ما هي على الصعيد. لا ناهيك عن التحكيم الافريقي كمان عنده مشاكل كثير في المباريات، بنشوف التحكيم مشاكل. شكرا سي محمدين، شكرا فخر الدين، شكرا زكريا. فاصل اعزائي المشاهدين. نرحب بكم من ملعب القاهره الدولي في المباراة الفرصة الأخيرة للنادي الأهلي المصري وكذلك مولودية الشقاق. الحارس سفيان عز الدين لتهتز مدرجات ملعب القاهرة. الأهلي يعلن عن تقدمه في هذا اللقاء، وعماد متعب يقول كلمة التفوق. فرحة أمامنا الجمهور الأهلي المتواجد في هذه المباراة. الكرة والتسديدة القوية، مولودية توقع الأهلي سيدخل هذا اللقاء تحت أداء بفضل الهدف المبكر. الهدف المبكر أعطيه راحة كبيرة للأهلي وخلص من اللقاء. الأهلي المصري أمام ركلة مرمى أمامنا. يحاول فريق الأهلي أن يتعامل مع المباراة في الشوط الثاني. أهلي دوري المجموعات بتأهل على حساب سوبر سبور يونايتد الجنوب أفريقي زيمبابوي، وتخطى انتر كلوب الأنغولي. دا سيلفا خلال الاستبدال يرغب في اهداف. بوتريكا، لا غالي ولا الشوقي، بل هو بوتريكا. اذا خروج بوتريكا. حسام غالي. يصبح الاهلي يلعب بثلاث لاعبين ارتكاز، حسام غالي وكذلك حسام، وهذه هي فرحة. هل يمكن القول اقتصاد مجهودها، والمهم أنه حقق المطلوب في 45 دقيقة أولى. سجل من خلال هدفين مع نقاط، فيما فريق المولودية يتلقى الخسارة الثانية ويظل على رصيدها السابق نقطة واحدة. بهذا نصل مشاهدينا الكرام، ولكن بعد هذا الفصل. شكرا لمحمد بركات. اذا المباراة تنتهي بنتيجة الشوط الأول 2-0 لي سامعني حضرتك؟